ايش راح تسوي لو قلت لك ان في شخص سرق اكثر من 3 مليون دولار من دون ما يرفع اي سلاح ومن دون ما يطلق اي رصاصة، من دون حتى يترك اي بصمة، لا احد شافه بوضوح ولا احد قدر يمسك عليه شيء، مو يوم مو اسبوع، اكثر من 50 سنة. اليابان، الدولة المعروفة بالنظام والدقة، وقفت عاجزة تماما أمام جريمة صارت من أعظم ألغاز الجرائم في العالم. خلك معاي لأنك على وشك تعيش قصة حقيقية. أنا أمجد من إعداد 21 وفي قصة اليوم اللي كأنها فيلم من أفلام الجريمة. بلد تعيش طفرة اقتصادية، تكنولوجيا على أبواب بدايتها، والكل حرفيا يثق بالنظام والانضباط. في هذه الأجواء تبدأ القصة برسائل غريبة توصل بالبريد لشركتين كبار، شركة توشيبا وبنك يعرف باسم نيهون شينتو. نص الرسالة يقول في قنابل مزروعة والمدير التنفيذي في خطر. وهنا تبدأ أول خطوة نفسية للمجرم. المجرم ما بدأ بسرقة ولا سلاح، بدأ بعنصر الخوف. الشرطة تبدأ ترد، تبدأ تحقق، تفتش، لكن ما تلاقي أي شيء، والإدارة صارت على أعصابها والكل يتوقع شيء كبير بيصير، لكن متى وكيف؟ 10 ديسمبر الساعة 9 صباحا، سيارة مصفحة تطلع من البنك متجهة لمقر توشيبا، داخلها 4 موظفين أمن ومعاهم مبلغ ضخم يعادل 300 مليون ين ياباني، واللي تعادل بوقتنا الحالي 3 مليون و300 ألف دولار. السيارة ماشية في خط سير عادي إلى أن يتم استيقافهم من قبل شرطي على دراجة نارية، مظهر نظامي حتى أوراق رسمية، وبكل هدوء يقول وصلنا بلاغ أن بيت مديركم مهدد وبلغونا أن تحت سيارتكم في قنابل مزروعة. رجال الأمن ما في أي سبب يخليهم يشككوا في الموضوع، خصوصا أن تهديد القنابل صار حقيقي آخر فترة. شرطي طلب منهم ينزلوا فورا ويبدأ بتفتيش المركبة بشكل طبيعي، وفجأة يظهر دخان كثيف من تحت السيارة. بدأ رجال الأمن بالهروب، لكن السيارة ما انفجرت لأن من الأساس السيارة ما فيها شيء، والشرطي هذا كان هو المجرم بالفعل. وبعد لحظات حرفيا اختفى عن الأنظار. الفوضى تبدأ والتحقيقات تشتعل، وبعد دقائق كل أجهزة الأمن في طوكيو ترد ببلاغ سيارة مصفحة محملة بالأموال اختطفت من قبل رجل بملابس الشرطة. وهنا ينطلق أضخم تحقيق في تاريخ الشرطة اليابانية، استجواب أكثر من 100,000 شخص ومراجعة آلاف المركبات واستخدام تقنية الرسم الجنائي لأول مرة، بل صنعوا مجسم بالحجم الطبيعي بناء على أوصاف الشهود. لكن رغم الجهد الجبار ما في ولا خيط يوصل لحقيقة واحدة. خلونا نحاول نفكر شوي. المجرم كان يعرف جدول السيارة بدقة، وهذا يوحي بطرف ثاني من جهة البنك، رسائل التهديد واللي كانت تمهيد نفسي ذكي، ومن فكرة الدخان المزيف، يعني كان عارف التفاصيل الدقيقة وكان هادي ومرتب وبارد أعصاب بشكل مرعب. في ناس قالوا أكيد كان في طرف ثالث من جهة البنك، في من يظن أنها عملية لعصابة يابانية، وفي من يظن أنه عميل استخبارات سابق. واحد من أصدق الفرضيات أنه ما في أي مبلغ انصرف. تخيلين أن هذا الشخص ما لمس مبلغ فقط عشان يختفي تماما؟ هل هذا ذكاء ولا جنون؟ في عام 1975 بعد مرور 7 سنوات من الحادثة وصلت القضية إلى نهاية التقادم القانوني، يعني حتى لو الشرطة اكتشفت مين كان المجرم، القانون الياباني ما يسمح بمحاكمة الشخص من الأساس، فتم إغلاق الملف رسميا بدون أي متهم وبدون أي اعتراف. اليوم يعرف هذا الشخص باسم الرجل الشبح، سرق مبلغ ضخم، مخطط بجريمة نفسية معقدة وما انكشف فيها إلى يومنا هذا، وما في أي سرقة في اليابان كانت بنفس الجرأة والذكاء. هل هو عبقري إجرامي ولا كان عنده حظ خرافي؟ هل فعلا عاش حياة جديدة بهوية مزيفة ولا جلس طول العمر خايف يصرف الفلوس؟ هذا اللغز الحقيقي، ويمكن في يوم من الأيام نسمع أنه كان عايش بين الناس بشكل عادي في فيلم ياباني يحكي القصة بتفاصيل درامية. أنا أمجد من إعداد 21 وأتمنى في مقطع اليوم أني ما طولت عليكم بسرد هذه القصة.